من ساعه اللي حصل في مدرسه سيدز الدوليه والبلد كلها مقلوبه. النهارده الوزاره ردت على الكارثه دي ب8 قرارات قويه جدا. خلينا اشرح لك الكلام عليها. اول واهم قرار طلع ان دلوقتي كل المدارس لازم كاميراتها تبقى شغاله وابديتد وبتغطي كل الاماكن والفصول، ولازم يكون في اكتر من موظف قاعد بيراقب الكاميرات دي طول اليوم. وتاني حاجه ان بقى لازم يتعمل تحليل مخدرات لكل موظف في المدرسه قبل ما ياخد ترخيص جديد او يجدده. وبالنسبه للحمامات، وده كان اهم مطلب عند الاهالي، دلوقتي هيبقى في 2 مشرفات ثابتين على كل حمام من قبل ما الاطفال توصل لحد ساعه كامله بعد ما يمشوا. وهيبقى ممنوع دخول اي عمال صيانه المدرسه طول اليوم الدراسي لحد بعد الساعه 5 العصر او في الاجازات الرسميه. وكمان المدرسه لازم يبقى فيها مشرف لكل 6 طلاب. واخيرا هيتعمل تدريب سنوي عن امان الجسد للطلاب والمدرسين والاداريين والعمال وحتى الاهالي. والموضوع بجد ما فيهوش تهريج. الوزاره قفلت بتهديد صريح لاي مدرسه هتخالف القوانين هتتحط تحت الاشراف الاداري والمالي على طول. واضح ان الدوله بتتعامل بجديه مع الغضب اللي حصل في الكارثه الاخيره، وبتعمل محاولات قويه عشان ما حدش يفكر يعمل كده تاني. والسؤال بقى، تفتكر القرارات دي كفايه عشان تحمي اولادنا ولا في حاجه كمان لازم تتعمل؟